النفيرية، صفحات من الحملات والاضطهادات. قرية النفيرية واحدة من القرى الواقعة بالقرب من حافات التلول الممتدة في سهل القوش، والتي تعرف بالعامية بقرى بنكندي، على امتداد خط قرى دوغات وسرشكا وخوشابة، وهي آخر قرية إيزيدية على هذا الخط، وهي قرية صغيرة ببيوتها وسكانها مقارنة مع باقي قرى بنكندي. النفيرية تقع شمال الموصل، تابعة لناحية القوش وضات الكيف. من الشمال داش قطانة وبيروزاباين، ومن الغرب خوشابة، قرية خوشابة. قرية النفيرية إداريا تابعة ناحية القوش، تقع جنوب شرق ناحية القوش، تبعد مسافة 14-15 كيلومتر. حدها من الغرب قرية خوشابة، وحدها من الجنوب قرية سندانك، ومن الجنوب أيضا جنوب شرق قلاته فرحان. النفيرية تقع شمال موصل، يعني قريب على الموصل، مو بعيد، تقريبا 40 كيلومتر عند الموصل، شمال موصل. اكو يعني قرى المجاور عنا، قرى مسيحية، قرى عرب، يزيدية، القرى مجاور عنا عن النفيرية. قرية قريب علينا باقوفة، قرية مسيحية، وقرية عرب، قرية يسمون كلاته فرحان، وقرية يزيدية، قرى خوشابة، سريشكا، دوغاتا، حطارة، هذول قرى يزيدية قريبين علينا. والفوقهم مسيحيين، داش قطان، إن بقرة قريبين علينا. ويروي لنا التاريخ أن قبيلة الدوملية الإيزيدية، والتي كانت منتشرة في هذه المناطق في سابق الأزمان، وكان مركزها يقع في جبل مقلوب وأطرافه، قد تعرضت إلى حملة اضطهاد شرسة قدمت فيها الآلاف من رجالها. وفي إحدى المذابح التي جرت للدوملية يقال إن ماء النهر الجومل الذي يمر بمحاذاة جبل مقلوب من جهة عقرة تحول لبركة من الدم. على إثرها انكسرت شوكة هذه القبيلة، وتشتت أتباعها في كل الأصقاع والبلدان الإيزيدية، وسكن بعضهم قرى الشيخان وبعشيقة وبحزاني، وبعضهم الآخر كونوا لهم مع قبائل وعشائر إيزيدية أخرى هذه القرية. وحتى هنا لم يسلم أفراد عشيرة الدوملية ولا باقي العشائر في المنطقة من الإبادة والاضطهاد، حيث تعرضت هذه القرية للتهجير والترحيل من مكانها 3 مرات. ويقال إن اسم هذه القرية مقتبس من تلك الحملات والفرمانات، والتي كانت تسمى في قاموس ولغة ذلك العصر النفير العام، أي الإبادة والتهجير العام. قرية النفيرية حسب تصوري واللي عرفناها جد من تسمية نفير عام في العهود السابقة، ونتيجة الاضطرابات والفرمانات نفير عام. في أحد العهود وقع مجزرة بشعة في هذه القرية سموها النفير عام، فوقعت مذبحة في حينها على أساس لم يبقى من أهل القرية ولا إنسان، فسموها النفير العام لهم. فجت التسمية، وهذه التسمية جت من من وقت الإمبراطورية الرومانية، فسموها النفير عام، يعني من قتل والذبح اللي صار سموها النفيرية. قسم يقولون من إبادة مثلا من جاي فرماننا جاي اسم النفيرية، وقسم يقولون يعني مرات بناء هو مثلا رحلوا قسم، وقسم بدوا بالبناء، والثاني مرة هم رحلوا، يجي أسماء تيجي عديدة، مو شرط النفيرية يطلع يعني باسماء.
من يتابع الآثار وبقايا البيوت الموجودة في أطراف هذه القرية يرى بأن القرية فعلا قد تعرضت للترحيل والتهجير عدة مرات، وما زالت بقايا القرية القديمة المهجورة منتشرة على بعد أمتار من موقع القرية الحالية، ويستنتج بأن رأي أهل القرية صائب بشأن تسميتها وما قالوا بحق قريتهم. القرية النفيرية تاريخها طويل وبعدين يمتد إلى مئات السنين. قرية النفيرية كانت موجودة من قبل أكثر من 1500 سنة موجودة، وتعرضت إلى حملات الإبادة والقتل والسلب والتخريب والنهب. القرية كانت تعداد عدد سكانها أو بيوتها وحداتها السكنية كانت تتجاوز 800 بيت في العهد الأمويين، وتعرض إلى تدمير والحملة القمع والإبادة الجماعية اللي كانت تقع الشرق موقعها الحالي بمسافة 500 متر. ولهسه عندنا تل أثري نسميه باللغة الكردية تل قريق خرابة أو التل المدمر. كانت تكون أكثر من 6-7 كيلومتر مربع مساحة القرية. وموجودة بعدها الجوي هذا القيصري الروم. هذا التل سواد مصطلح العسكري يسموه مرصد العسكري، وكان موجود قيادة المنطقة هذه المنطقة في أحد القيصر فوق التل الأثري، وكان انذار موجود، ما بس انذار مبكر للجيش وقته. اكو أعمدة طوال كان ينصبوها في الأرض وعدهم طبل أو يسموه باللغة الكردية الحجم الكبير، وكان ينصبوها ويعلقوها بين الأعمدة 2، ومن العسكر أو الجنود 2 كانوا يشيلون اللي يسموه الجوغار أو ما أعرف الخشبة أو يضربوها. مكان ينضرب دقة واحدة يسمع أبو التل مثلا تل سجادين اللي جنوب قريتنا جنوب شرق قريتنا، وكو تل سموه تل باقوف هسه موجود، تل موجود بتلسقوف، تل موجود بجرحيه، موجود ببندوايا، تل موجود بالمبارك المفرق قضاء شيخان. فهذه كان مراصد، فمن يدق دقه واحده معناها فلان الانذار معناها مجفره فلان شيء. فكان مرصد، وثانيا كان مرصد لمراقبه حركات القطاعات الموجوده بالمنطقه. القريه النفيريه 3 مراحل، هي مره ثالثه تنبني القريه. المرحله من بعد القريه الاوليه اللي اندمرت في العهد بعد العهد الامويين العهد العباسيين وقيصر الروم، القريه دمرت وبعدها في عهد الميريا كورا القائد المير محمد علي والمعروف باسم ميريا كورا تعرض الى التخريب والسلب والنهب والقتل الجماعي في حينها. وايضا كان موجود مزار مكانها مزار موجود مزار يزيد، ايضا تم تدمير القريه وقتل من قتل ورحل من رحل، واجبر على ترك دينه قسرا، فتعرض القريه تدمير كامل. وهي مرة ثالثة تنبنيها القرية عمرها في هذا المكان الجديد عمره. أما المواقع الأثرية التي تنتشر في أطراف القرية فهي تلول أثرية تعود إلى فترات وأزمان تاريخية مختلفة، ويسمى أحدها بتل خرابوك الخرائب والأطلال، حيث عثر الفلاحون أثناء عملهم في مزارعهم بالقرب من هذا التل في بداية الثمانينات من القرن الماضي على ختم فخاري اسطواني الشكل مكتوب عليه اسم مختار قرية النفيرية وتاريخ قديم. ويوجد تل آخر يسمى بتل شيخ سجادين، حيث كانوا يسكنون في هذا التل شيوخ من عائلة شيخ سجادين الإيزيدية، وبعد تعرضهم للاضطهاد هاجروا الموقع وانتشروا فيما بعد في قرى بعشيقة وبحزان وسنجار وشيخان، لكن ما زال اسم شيخ سجادين يطلق على هذا التل لحد يومنا هذا. الحقيقة القرية النفيرية
عندنا موقع أثري واحد اللي هو تل الخراب أو قرية خرابة، هذا الموجود المرصد، هذا الموجود كان القرية الأولية القديمة النفيرية هي كان هذا الموقع. ويوجد تل أثري بس خارج جغرافية القرية النفيرية للجنوب القرية النفيرية، ويقع ضمن خريطة قرية كلاتا فرحان، نسمي قرية سجادين أو تل سجاد الدين. هذا التل كان قرية ذكر أني مليحة سنة بداية نهاية الستينات، كان حتى البيوت الأثر البيوت الغرف موجودة مبنية على الحجر والطين موجودة، كانوا ساكنيها الشيخ السجادين، نصا بيت الشيخ خلف السنجار بيت جد الله يرحمه باشا عقيد باشا، كانوا هم ساكنيها. وبعد فرمان ميريا كورا محمد علي القرية هدمت ودمرت، وسافروا منهم من تبقى سافروا إلى بحشيق وبعزانة وسكنوا بحشيق وبعزانة، ومن بحشيق وبعزانة سافروا إلى السنجار. بس أحد الأيام بداية السنة 80 81 أو 82 لا أتذكر بالضبط، عندنا عمال كانوا يشتغلون احنا نسميه تربيش الخضرة، يعني خضرة بطيخ بالفاس، كان يربشون الأطفال. فأحد العمال لقى ختم المختار مصنوع من مادة الفخار الأخضر، هذا اللي يقاوم الصدى والتعكل. فهذا الختم مكتوب عليه مختار قرية النفيرية باسم نصا كتابة، ختم خشن طبعا كتابة خشنة، خدر يزدين. تاريخ الختم كان يعود للسنة 730-750 الميلادي للقرية القديمة الأولية، كان مبنية قلت لك عليه قبل القرية. يصل عدد بيوت القرية إلى 100 بيت تقريبا، ويصل عدد السكان إلى حوالي 1000 نسمة، وهم محرومين من المدارس الكافية والطرق المبلطة والمستوصف الصحي، مما اضطر شباب القرية إلى الهجرة للخارج أو البحث عن عمل في محافظات العراق المختلفة لعلهم يسدون رمق عوائلهم الفقيرة ويغيرون من واقعهم المزري. هذه القرية كباقي القرى الإيزيدية الأخرى تعاني من انعدام أبسط الخدمات ومقومات الحياة فيها، حيث كانت هذه القرية محرومة من الطرق المعبدة وعدم وجود مدرسة خاصة بها، مما كان يضطر أهل القرية إلى إرسال أولادهم إلى مدارس القرى المجاورة من أجل إكمال دراستهم، وهؤلاء أيضا كانوا على عدد أصابع اليد الواحدة، وبقوا على هذا الحال لعام 2005 حيث فتحت لهم أول مدرسة في القرية، وبعد فتحها مباشرة وصل عدد طلابها إلى 200 طالب وطالبة. ما كان عندنا أي مدرسة لا ابتدائية ولا متوسطة نهائيا، ولا كان عندنا شارع لغاية 2005. قسم من اللي متمكن درس أولاده مثل تلسقف وتلكيف وقرية سريشكار أو خوشابة اللي يتمكن. الطريق شارع ما كان موجود، وكان صعوبة الوصول الطلاب إلى المدارس مثل تلسقف أو دوغات أو سريشكار. بصراحة أنا واحد من الناس سريت وتعبت الحمد لله، وصلت منهم يعني لمهندس كهربائي وصيدلي وإلى المعلم. كان قبل ماكو مدرسة أنا بالنفيرية، بدنا نروح للسريشكا. أنا بالنسبة خلصت الابتدائية من سريشكا، وبعدين رحت للتلسقف. ثانوية خلصتها هنا ورحت على المعهد مال التربية. ومدرسة هنا يعني بعدين اجى للخوشابة، قريب على الخوشابة، بدنا نروح للخوشابة هسه. 2005 اجت مدرسة هنا، عدد طلابنا تقريبا بال200.
أما الحالة الاقتصادية والمعاشية لسكان قرية النفيرية كانت تعتمد على الزراعة وتربية الحيوانات في السابق، عندما كان يمر بالقرب من القرية نهير صغير يسمى باللهجة العامية روبار، كان يستفاد منه في زراعة المحاصيل المختلفة، ومنها الطماطة والباذنجان والخيار والعدس والحمص، وكان مزارعو القرية يصدرون هذه المحاصيل لأسواق الموصل، وكانت تزرع في الشتاء الحنطة والشعير. لكن بعد موجة الجفاف وانقطاع مياه النهير الصغير وقلة دعم الفلاح تركت الزراعة، وتوجه الناس إما للسفر والهجرة للخارج أو للبحث عن فرص عمل أخرى في أربيل والسليمانية ودهوك وبغداد. قبل كان يعيشون الناس على الفلاحة، تكرم أكو بالتور يسوقون القاع، أكو بيوم قوة من الفلاحين تكرم بغال، أكو جعاش بالمنجل يحصدون، ما مثل هسه قوي تراكترات وهي كل القاع، نص القاع تظل في الحان والنص يزرعون عدس حمص حنطة شعير، وينقلون يسمون شغرة خشبية، ينقلون من الشلم يجيبون هنا بالصحة، واكو جرجر يسموه يدقوه، بعدين يظل الى حل هذا الشهر يشرون على الهواء يجي القوي ويصفون. واكو بيهم جماعه يعني من مسيحيين من العلقوش، كان تاجر اني من اذكره قبلها ما ادري، بس اكو رحيب بيبو يجي الفلاح الضعيف بالربيع يجي ينطي فلوس، يقول له بهذاك الوقت بشقد ما كان المونه مالك اني اشتري، انت دعم شوي، واحد اذا فقير ما دعم ماله ياخذ منهم. هاي شغلات، هاي العيشه ما الماي ماكو، كان اكو عين هسه يابس، تكرم على الحيوان نجيب بالبراميل، يعني هاي ابو 23 لتر سنين يخلون نص الليل، يلا نجيب بس للشرب، بس اكو خسر كان ما تنشرب، بس ما الغسل ما غسل تكرم حيوانات. والله أنا يعني شفت عايشين على فلاحة يعني مو فلاحة قوية، يعني كل واحد على قد حاله عنده، يعني عايشين على فلاحة، الشغل عليه يشتغلون المعيشة هذا، الحنطة الشعير حمص بطيخ العدس، هاي البقوليات يعني يزرعون. القرية كانت عايشة واعتمادها الكلي على الزراعة، كانت لغاية سنة 2003 2005 المصدر الرئيسي للمعيشة لأهالي القرية الوحيد زراعة. الزراعة مثل كالحنطة والشعير والبقوليات، وكان عندنا بساتين، عندنا مي جاري يسميه الروبار كان جاري، وكل بيت عنده ماكينة على الماكينة 5 حصان، بساتين كالطماطة والباذنجان والخضروات والخيار، وايضا الخضره البطيخ يعني المعروف البطيخ كنا نزرعها، هذا كنا عايشين. للاسف من قله المياه وجف المياه الروبار جفت الابار السطحيه نسمي جفت، وحاليا لا يوجد في القريه اي بستان واي بير باستثناء بير مي صالحه للشرب فقط. الحالة الاجتماعية كان سابقا يشتغلون بالزراعة وتربية الأغنام هذا، وبعدين هسه شوية من صارت جفاف وهذا ما ظل لا أغنام ولا بقر ولا كل شيء ما ظل. هسه هم دا يشتغلون بالزراعة وقسم دا خارج العراق وصله. للقرية مزاران يعرفان باسم مزار بين رفات ومزار إيزي، يقصدهم الناس أيام الأربعاء والجمعة لتقديم الأدعية والنذور ولأداء الواجبات الاجتماعية التي تحدث في القرية، وتقام كل جمعة مراسيم تسمى لديهم دعوة الأولياء، يحضر فيها أهل القرية ويقدمون النذور والفطور للحضور، وكذلك يجتمعون في شهر نيسان للمشاركة في طوافات القرى المجاورة، ويجتمعون للمشاركة في باقي الأعياد والمناسبات الإيزيدية المختلفة. عندنا مزارين، يوجد في القرية مزارين، مزار اللي صورناه قبل شوي مزار بيرافات، وعندنا مزار إيزيد اللي صورناه مسافة بعيدة خارج القرية. عندنا مناسبات الدينية
أعياد: عيد السريصال شهر شنباصور، أول أربعاء نيسان الشرقي عيد الرأس السنة اليزيدية. عيدنا عيد الروجي صيام اليزيد، مناسبات الرسمية المعروفة. عيدنا عيد الحجية أو عيد الأضحى ما يسموه باللغة العربية، الأعياد عندنا. وعيدنا عيد الشلة، شلة هابين، وعندنا عيد شلة الزفسطان، وعندنا عيد الجماعية. والله المواقع عندنا اثنين، مزار بيرافات ومزار ايزي. واحدنا على القرية فوق القرية، واللاخ على شرق القرية هيجي ورا الخوصر. عندنا مزار ايزي وبيرافات، بس احنا ما عندنا طواف، ما نسوي ضانا بيه، بس يعني يوم واحد كل مزار عنده يعني يوم خاص دواء نذبح ذبيحه، يعني كل بيت يذبح ذبيحه اليوم، يعني يصير العطله ماله يسميه احنا. طوافات بالنسبه للقريه النفيريه لا توجد طواف بقريه النفيريه، انما احنا نطواف مع قريه خوشابه، طوافه شيخ منت. عبادات يوم الجمعه ويوم الاربعاء كل الجيل يزور المزار وعباده وحزب الوصول. الاربعاء والجمعه يسمون هذا عندنا هيك ترى يسمون، يودون هناك هيك مراسيم، ويشارك القريه كلها بالهاي المراسيم الدينيه. تسكن في القرية عدة عشائر إيزيدية، ويتعايش أهل القرية بمحبة وسلام، ولا تفرقهم أي عنصرية أو انتماء. وعندما تقول لهم من أي عشيرة أنتم، يجاوبونك أننا من قرية النفيرية، حيث يتغلب الانتماء للقرية على انتماءاتهم الأخرى. ويلعب شخص المختار والمجاور وشيخ القرية دورا مهم في تقوية أواصر المحبة والانسجام والتعاون فيما بينهم، وحل مشاكلهم الاجتماعية، والمشاركة في حفلات الزواج والختان التي تحدث في القرية، وفي حالات الموت والعزاء لا سمح الله. قرية النفيرية تتكون من 4 عشائر. العشائر اليزيدية، العشيرة الأولى هي الدومليين، نسبة تتراوح أكثر من 60-70%. والقائدين، عشيرة القائدين اللي هم الشيخ، عشيرة الشيخ قائدين. وعندنا خالتي هم الخالتين اللي جوي من غرب سنجار بعد الفرمانات. وعندنا الختارين، عشيرة الختارين هم نسبة ختارين عندنا لا بأس بها. اكو عشيرة مثلا خالتي، واكو دوملي، واكو ختاري، 3 عشائر اكو بالقرية. حالة اعتيادية، يعني يزوجون واحد من ياخذ من هذا، واحد ينطي بنت الاخوة، نفس الشيء الزواج عندهم. دورة المجاور بالقرية النفيرية بالنسبة مناسبات، إذا الله سبحانه وتعالى عمر البشر كله طويل، إذا واحد توفى شيء دورة مجاور يقوم بالواجب كامل. ومثلا جيريات لا غشي بين الشباب، بين الشاب، دورة المجاور يقوم بالواجب، هو مختار الجرية ويحل المشاكل. والله احنا علاقاتنا يعني بالجيريا علاقات اخويه، احنا عشيره واحده الجيريا، يعني ماكو فرق، يعني نقول هذا فلان عشيره هذا فلان عشيره، ماكو، احنا عشيره واحده، احنا يعني مثل بيت واحد. القرية النفيرية نعتبرها كلها بيت واحد، كلها متعاون متكاتف، ناس بتحبين بعضهم، متعاونين من كل نواحي. علاقة بين الطبقات الدينية بين المريد والشيخ طبقة كلش محترمة وملتزمة وملتزمين بها إلى أبعد درجة، موجودة الحمد لله. ما نفرق، هاي احنا في سبيل دائما هاي الكلمة العشيرة الفلاني احنا ما ننطقها بصراحة بداخلنا، نستحي يعني نجنب هالكلمة، نقول القرية النفيرية، ما نقول عشيرة الفلانية. علاقة طيبة الحمد لله وماشية ومتعاونين وكل متعاون.
أخذت قناة عشتار وفريق برنامج نافذة إيزيدية يحظيان بمحبة واحترام أهالي هذه القرى لما يقدمون من معلومات تاريخية وجغرافية عن حياة ومعيشة سكان هذه المناطق، وكذلك يحظى باحترام ومتابعة ومحبة أبناء الجالية الإيزيدية في المهجر، كون البرنامج أصبح حلقة وصل بين أهلنا في الداخل والمغتربين في الخارج.